طيب قبل بس ما اقول الاخبار، عندي حاجه تانية عايز اتكلم عليها قبل ما اقول اخبارنا النهارده. طبعا كل التوفيق لمنتخبنا الوطني الاول والمنتخب الاولمبي في الماتشات القادمه بالنسبه لهم. وانا هقول طبعا القائمه الخاصه اللي ميكالي طبعا اختارها للمباراه القادمه امام زامبيا. خلينا نقول بس ان الفتره القادمه احنا شايفين الحاله الفنيه لكره القدم في مصر والحاله العامه لكره القدم في مصر للمنتخبات او الانديه لحد ما يعني في ضبابيه شويه، وبالتالي يعني الامل في الفيوتشر او المستقبل الخاص بالكره في الفتره القادمه. عندك منتخبات مفروض انت هتبتدي تشتغل عليها، منتخبات الناشئين والشباب في الفتره اللي جايه هتبتدي تشتغل عليها ويتم اختيار المديرين الفنيين. طبعا نتذكر في الفتره اللي فاتت الكلام كان على اختيار المدير الفني لمنتخب الشباب او المنتخب الناشئين، مين اللي اختار وايه ايه المعايير وايه وحاجات كتير جدا. ارجو واحنا بنحذر من دلوقتي لاتحاد الكوره ان الامور يتم اختيارها بعنايه جدا زي ما بنقول كده للمصلحه العامه للكره المصريه، وما يبقاش فيها امور داخله تكون علاقات شخصيه او اصحاب، او يعني بنقول ايه، في مدربين بيقعدوا يتكلموا مع اعضاء مجلس الاداره والنبي دخلوني، وبتبتدي طبعا ايه يعني يبتدوا يزقوا في النقطه دي. انا ارجو ده ما يحصلش، لان الموجودين ناس محترمه في اتحاد الكوره، كباتن كبيره زي كابتن حازم امام، كابتن محمد بركات، وبالتالي الاختيار لازم يكون فعلا للمصلحه العامه، لرؤيه لمستقبل كوره في مصر، لمستقبل الجماهير المصريه لما بتنبسط بمنتخبها بيلعب وبيكسب. وبالتالي ده شيء مهم جدا جدا ويتحط في الحسبان لاتحاد الكوره في اختياراته القادمه، لان احنا مش هنسكت. الحقيقه الفتره اللي فاتت حصل لعبكه والناس زعلانه واحنا زعلنا. الفتره اللي جايه لو لقينا ان الامور بتدار بنفس الشكل، يعني لازم يبقى في موقف. انا شخصيا هاخد موقف، وانا من الكرسي ده هناخد موقف ضد اي حاجه ممكن تدار بالصحوبيه والمصلحه الشخصيه. مش هتحصل كده تاني، ونرجو ان يبقى كل اخواتي وكل زمايلي الاعلاميين يبقوا بينبهوا للنقطه دي، لان النقطه مهمه جدا. احنا اللي بنتضر فيها كمصر، والجماهير المصريه وهي بتبقى زعلانه على منتخب بلادها ومصر واسمها طبعا في كره القدم. جانب اخر هتكلم فيه، فرحنا جدا بالدورات التدريبيه انها بترجع تاني، وانا كنت في حديث مع دكتور جمال محمد علي عن الدورات دي، وقال لي ان في معايير محطوطه للمدربين. انا عارف ان طبعا هي اول دوره للايه، طبعا الدوره ايه للمدربين الموجودين في الدوري الممتاز واللي ماسكين انديتهم وبعض المسؤولين في الانديه، ولكن مهم جدا لما تيجي تحط معايير تنفذها كلها، سواء بقى انت بتتكلم على خبرات، بتتكلم على لغه، بتتكلم على اختبارات وطبعا كلاعب كوره دولي وحاجات كتير. ارجو انها تتنفذ كلها، ما يبقاش في حد بيخش كده من غير ما يكون المعايير دي معمول عليه، او يعني هو يعني هي المعايير دي اللي اخترتها هي تبقى موجوده بنفس الشكل عليه. فارجو ان برضو ده يبقى موجود في الحسبان دايما، عشان احنا بنبص بقى ما دام بنحسن من دلوقتي تبقى كل الرولز وكل الضوابط محطوطه تتنفذ بحذافيرها، عشان نطلع ان شاء الله بنتيجه ايجابيه من الدورات دي بامر الله والرخص دي بامر الله. ده اللي احنا نتمناه.